هي انا اهلاوي بس لا، زيزو لا يعلى عليه. مقارنه سريعه من تشكيله الاهلي 2024 وتشكيله الزمالك 2020، محمد الشناوي ولا محمد ابو جبل؟ احنا لو قارنا اداء ابو جبل مع المنتخب في 2020 فاداء ابو جبل مع المنتخب كان خارج جدا، انما الشناوي الموسم ده هو متالق جدا وعنده 12 كلين شيت او اكتر مع ال 20 استمراريه بتاع المباريات في الانتصارات، فانا هاخد الشناوي. محمد هاني ولا عبد الشافي؟ محمد هاني ولا عبد الشافي؟ لا هروح مع محمد هاني. محمود علاء ولا رامي ربيعه؟ محمود علاء ولا رامي ربيعه؟ احنا لا ممكن نروح مع رامي ربيعه دلوقتي. اشمعنى؟ يعني هو مدافع دلوقتي متالق وعنده يعني تدخلاته حلوه ومنتظمه شويه، بيحافظ على مستواه في الملعب، ممكن ما يكونش جايب كلين شيت كتير الفتره اللي فاتت عشان الموضوع ده كله، بس هو لا هو رامي ربيعه محترم في ادائه. الونش ولا محمد عبد المنعم؟ الونش. اشمعنى الونش؟ ما اعرفش بس الونش احسن بالنسبه لي، لان انا بشوف لعب اللي هو في شويه من النوع اللي انا بحب اتفرج عليه في اللعب بتاع الونش. عبد الله الجمعه ولا علي معلول؟ لا علي معلول. مروان عطيه ولا طارق حامد؟ مروان عطيه ولا طارق حامد؟ طارق حامد. اشمعنى طارق حامد يعني؟ طارق حامد بيروح ويجي مع الكوره وبيمسك الخط نفسه، خط الوسط. طب اكرم توفيق ولا طارق حامد؟ تختار مين؟ لا طارق حامد. فرجاني ساسي ولا عمرو السوليه؟ فرجاني ساسي ولا عمرو السوليه؟ لا اروح مع عمرو السوليه. امام عاشور ولا اوباما؟ امام عاشور الموسم ده لا يعلى عليه في اداء خرافي في الملعب. الشحات ولا بن شرقي؟ لا الشحات لا يعلى عليه. الشحات في كاس العالم الانديه كان خارق هو يعني اللي حصل ما كسبوش كاس العالم الانديه، بس لا هو كان خارق وبيقدم اداء خرافي. زيزو ولا رضا سليم؟ زيزو ولا رضا سليم؟ لا يعني نروح مع زيزو عنده عرضيات حلوه وعنده عرضيات محترمه، انا اهلاوي بس لا زيزو لا يعلى عليه. مصطفى محمد ولا وسام ابو علي؟ مصطفى محمد ولا وسام ابو علي؟ وسام ابو علي الموسم ده عدد الاهداف عنده اكتر، يعني بيتهيألي قد عدد المباريات، هو على خارج جدا. هو مصطفى محمد لانه راح الدوري الفرنسي، فلا احنا بالنسبه لنا دلوقتي وسام ابو علي.